عبروا عن استيائهم من غلاء الأسعار. المزيد مع توفيق أمير ضيف الله وليليا داود. الشيء اللي راهو موجود اليوم في السوق أن السعر راه هابط بالنسبة للسنوات الماضية، 20,000 25,000 30. هو تصريح سابق لوزير الفلاحة استبشر به أصحاب الدخل المحدود خيرا، حلم اقتناء كبش العيد بسعر مقبول يراود الجميع، لكن مع افتتاح أولى نقاط البيع التابعة للدولة والتي تعرض رؤوس الماشية الواقع عكس الوعود، فسقف الأسعار حدد من 36,000 إلى 58,000 دينار جزائري. بالنسبة للعيد الأضحى 2016 تتراوح ما بين 36,000 دينار جزائري إلى غاية 58,000، يعني 5,800,000. هذا كما نقولوا أقصى سعر. جولة خاطفة لنقاط البيع التابعة للدولة شكلت صدمة للبعض، فالأسعار المعروضة بها الأضاحي لا تختلف كثيرا عن تلك التي يعتمدها الموالون. الأسعار ليست في متناول الجميع رغم تصريحات المسؤولين التطمينية. البارح سمعنا الوزير يقول باللي كان لي فري معقولين، 2 ملايين يعيد 3 ملايين يعيد، جينا لهنا راه غير 58 52 55، ما فهمنا والو. الزوالي وين راح؟ سمعنا هذا الوزير يقول لك من 2.5 حتى ل5، وراهم 2.5 هذه، ولاقي هضره تاع فم كاين 2.5. الزوالي يعيد ولا هما يعيدوا والزوالي ما يعيدش. جمال موظف جاء إلى نقطة البيع التابعة للدولة أملا في اقتناء كبش العيد بسعر معقول تماشيا وتصريحات وزير الفلاحة، لكن المعني تفاجأ بأسعارها نفسها المطبقة من قبل السماسرة. مانيش راضي على الأسعار هذه، الأسعار عالية طالعة بزاف. هذا الكبش هذايا 55 بالك ما يلحقش 45 ولا. فوضى سوق أسعار الأضاحي، سيناريو يتكرر سنويا رغم ترسانة الإجراءات، فأين الخلل يتساءل المواطن.